السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال. جايب لك النهارده عربيه دبابه ال اس اللي هي الاسوزو، حاجه محترمه قوي. 2008 لون قلبك، اللون الابيض الجميل. العربيه ما شاء الله فابريكا كلها، ما فيهاش جرام بوهيه، ما فيهاش خربوش. العربيات العلب اللي هي فيها الصندوق الجميل قوي اللي شكله شيك. العربيه دي فيها مواصفات جميله جدا، فيها فرش وفيها سروجه وكمان فيها جنوط، والكاوتشات بتاعتها ما شاء الله حالتها فوق الممتازه. فوق ده كله كمان ان العربيه فيها رخصة سنة كاملة، يعني مش هتصرف عليها جنيه، والعربية ماشية 400 ألف كيلو، وكمان كاملة كل حاجة، باور وتكييف وسنتر وإزاز كهرباء ومرايات ضم. كل اللي انت بتحلم بيه في العربيات الملاكي هتلاقيه موجود في العربية الأمورة اللي معانا دي. خلينا نبص على الواجهة الأمامية كده مع بعض في السريع. طبعا ده الشكل القديم، الشكل اللي قبل اللي موجود حاليا زي ما احنا شايفين. الفوانيس العاديه شكل حتى الاكسدامات بتاعتها ما شاء الله جديده قوي زي ما احنا شايفين. عليها طبعا الشبكه النيكل. تعالى اما نبص بقى تحت العربيه كده، تحت الكبوت، نشوف الموتور والحاله بتاعت صاج العربيه من الداخل، كحوض المكنه وكمان ضلفه الكبوت من الداخل. يلا بينا عشان ما اطولش عليك، ولكن فضلا وليس امرا لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تعمل لي لايك بايديك الجميله، وكمان لو انت لسه ما اشتركتش معانا اشترك معانا في القناه عشان شرف كبير جدا ليا اشتراك حضرتك معانا في القناه. يلا بينا نكمل في العربية. طبعا هنا زي ما احنا شايفين مسامير الكبوت جديدة خالص، ما اتحلتش قبل كده، حتى ما فيش اثار. ده اللي بيأكد ان العربية الكبوت بتاعها ما اتحلش. ما شاء الله عندك الكبوت هنا ما فيش فيه اي اثار حتى بتاع العوامل الجوية، طفيفة جدا زي ما احنا شايفين كده، دي طبيعية، لكن ما فيش اثار خرابيش او دق على البارد، سمكرة، الحامات، لا قدر الله. الحاجات دي الحمد لله مش موجودة عندك. طبعا في العازل اللي موجود عندك هنا ده. تعالى ما نبص بقى على الموتور. الموتور ده كمان بيكون تيربو، فدي حاجه كويسه، هيوفر معاك في استهلاك الجاز. زي ما احنا شايفين كده اساسات العربيه ما شاء الله. عندك هنا المكان اللي هو بتاع الكارتيره ده، وبرده الناحيه الثانيه ما شاء الله ما فيش اي اثار خالص لسمكره او دقات على البارد او الكلام ده. الشنب كمان بتاع العربيه زي ما احنا شايفين ما شاء الله. عندك كمان حاله الموتور بتاع العربيه. عندنا العربيه دي كمان بتكون تيربو زي ما قلت لك. المكنه الاسوزو ما شاء الله حالتها فوق الممتازه. العربيه يعتبر زيرو حرفيا، عربيه مش ماشيه كتير ولكن حالتها فوق الممتازه، وفابريكا كلها ما فيهاش حتى الخرابيش ولا الكلام ده ولا قطن بقى ولا الحاجات دي كلها، وهنشيك عليها طبعا كلها مع بعض دلوقتي. تعالى اما نشوف يلا جنب العربيه مع بعض. تعالى اما نشوف بقى جنب العربيه مع بعض كده. طبعا عندك الجنوط هنا بتاعت العربيه، الجنوط الاسوزو الاصلي الستوك بتاعتها. عندك كمان هنا الكاوتش ما شاء الله حالته فوق الممتازه، حالته يعني ممكن نقول 90 95% فيما فوق كمان، لان الكاوتش جديد خالص. 4 فرد نفس النقشه جداد جدا ما شاء الله. العربيه طبعا ما فيهاش جرام واحد بوهيه، ما فيهاش ملحوظه واحده، كلها بتلمع زي ما انت شايف. اللون الابيض كمان ميزته ان هو لو في اي حاجه بيبان معاك بسرعه. عندك كمان هنا الكفرات دي موجود عليها نيكل، فشكلها ما شاء الله ممتازه جدا. كنت هقول طعمها، شكلها ما شاء الله ممتاز جدا. عندك كمان الاوكر هنا عليها برضو كسوه من النيكل، حاجه محترمه. الصندوق طبعا العلب عندك هنا عليه كسوه زي ما احنا شايفين كده من البلاستيك، الدعامات اللي شكلها ممتاز دي راكبه عليه. وعندك كمان هنا الحليه اللي ستانلس، ده من ضمن الاكسسوارات برضو اللي انت بتحبها. الكاوتش اللي عليه البتاع الابيض ده، الشريط الابيض، عشان يبقى مدي شكل جمالي وماشي مع لون العربيه برضو. تعال نشوف كده ظهر العربيه مع بعض في السريع، يلا بينا. طيب طبعا هنا من الظهر بتاعها زي ما احنا شايفين كده، عندك ما شاء الله هنا الباب بيفتح برضو زي ما احنا عارفين. مش عايزين نضيع وقتك ولكن برضه هوريهولك في السريع كده اهو. ادي الباب بتاع العربيه، نهار ازرق ده تقيل خالص، ده انا كنت هقع. ادي الباب بتاع العربيه ما شاء الله بيفتح كده جميل. انا متعود على ان الحاجه خفيفه. عندك كمان هنا الاكسدام اللي جاي من الحديد وعليه كسوه من البلاستيك من الاعلى، وكمان هنا في حته من النيكل كروم مديها شكل جمالي، ولكن طبعا محمل جدا وهو من الحديد جميل. رخصه سنه طبعا زي ما قلت لك. تعال نشوف بقى ايه الداخليه بتاع العربيه كده، نشوف الفرش والسروجه والحاجات اللي معموله فيها. يلا بينا هوريك كده الصندوق بتاع العربيه في السريع زي ما احنا شايفين ما شاء الله. تعال نشوف الداخليه. ادي الباب بتاع العربيه والحاله بتاعته ما شاء الله. عندك هنا الازاز بتاع العربيه بيكون كهرباء طبعا، وفي ضبط وضم للمرايات بيكون كهرباء. عندك كمان هنا اللوك بتاع البيبان ما شاء الله. عندك طبعا هنا حالة الفرش بتاع العربية، فيها فرش وفيها سروجة كمان. السقف بتاعها معمول برضو ما شاء الله، عداد ده 400 ألف. تعال لما نبص مع بعض. في عندك تكييف طبعا باور سنتر،
بتاع الكاسيت بتاع العربيه، كل الحاجات بتاعتها ما شاء الله موجوده. بكده طبعا نكون اتفرجنا على العربيه بالكامل من الخارج ومن الداخل، وشفنا الحاله بتاعتها. عربيه فابريكا بالكامل 2008 ال اس، العلب كامله كل حاجه، باور سنتر، تكييف. العربيه كمان فيها رخصه سنه، ماشيه 400,000 كيلو، سعرها 720,000 جنيه. وبرده ان شاء الله متاحه قسط او كاش. لو عايز تشتري العربيه دي بالقسط تقدر تدفع تلتين حق العربيه وتلتها تقسطه على مده توصل ل5 سنين بفايده كويسه قوي في معرض الحاج ياسر، بدون تدخلات بنكيه وبدون اي حاجه. قسط مباشر على طول، هتدور عربيتك تدفع فلوسك تاخدها وتمشي. كده طبعا نكون انتهينا من الحلقه بتاعت النهارده. ما تنساش تتابعنا وتعملنا لايك بايديك الجميله. السلام عليكم.